سنمضي غدا وشوق بقلب المحب بدا. فهذا مقام الدعاء الذي يجاب، فمدوا لربي اليدا. يباهي بكم ربكم فاسعدوا، وينزل يسمع كل الندى. فمنوا دموع الأسى توبة، وقولوا أتيناك يا ذا العلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وكل الأمة الإسلامية بألف خير. عيدكم مبارك بإذن الله، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. بقول لكم إيه، النهاردة روتين قوي جدا هيشجعكم ويفيدكم بإذن الله. هنتعرف مع بعض على شوية مشتريات كده جبتها علشان نقضي أسبوع العيد وإحنا مستقرين، وكمان هنتعرف مع بعض على أفكار حلوة جدا. تابعوا معايا الفيديو للآخر وما تخرجيش، علشان في أفكار حلوة جدا هتفيدك بإذن الله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف يومنا النهاردة ماشي ازاي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أول حاجة عايزاكي تعرفيها إنك ترتبي أفكارك وأولوياتك وكمان ميزانيتك، علشان تشوفي الأيام اللي هي بتاعت العيد دي هتعدي إزاي وبيتك مليان خير وبركة بأقل تكلفة بإذن الله. أنا رحت السوق وجبت بتنجان وجبت ورق عنب وجبت فلفل علشان أحشي. طبعا كلنا متفقين إن أول يوم العيد ده بيكون فتة، بس ما يمنعش برضو إن احنا نجيب شوية محشي حلوين كده لو الأسعار معايا كويسة. انا جبت ورق العنب، يعني سعر ورق العنب مش عالي قوي وبرضو مش رخيص قوي، ولكن انا جبته ب35 جنيه. جبت كيلو يعني سعره الى حد ما معقول. وجبت البتنجان الكيلو وربع ب10. انا بحب البتنجان الاسمر، تقدري تجيبي البتنجان الابيض يعني زي ما تحبي هاتي، بس انا لقيت سعره كويس. والفلفل كمان لقيته ب10 جنيه. الفلفل ده فلفل بلدي فلاحي، طعمه حلو جدا، وكمان بيبقى في المحشي مسكر قوي عن الفلفل التاني اللي هو بتاع الصواب ده. جبت كمان بقى شوية منظفات علشان تنظيفات العيد، علشان يبقى ايه، يبقى عندي كل حاجة مظبوطة كده. شوية المنظفات دول بحب اجيبهم من السوق يعني، او من عند بتاع المنظفات، بس بتاع المنظفات ده بيبقى موجود عندي في السوق، بيبيع حاجات بأسعار كويسة. جبت كيلو كلور. انا على طول بجيب كلور خام، بس المرة دي قلت اجيب كلور عادي علشان الكلور الخام بحس انه قوي قوي، وكمان بيضعف الايد شوية. فقلت لا، خلينا في الكلور العادي، وهضيف له شويه من الخلطه دي. الخلطه دي خلطه بيضه بتتباع برضو عند بتاع المنظفات. الكلور العادي جايباه ب2 جنيه، والخلطه دي جايباها ب2.5. دي بيقولوا ان هي بتتحط مع الهدوم البيضه بتنضف كويس قوي. فانا قلت يعني انا على طول في الازازه ديت بحط شويه صابون سائل وشويه من الكلور الخام. فقلت لا، اجرب الخلطه البيضه دي واحط كلور عادي مع الخلطه البيضه دي واجرب كده واشوف هتعمل ايه. انا بمسح بيها الرخامات، بمسح بيها الارضيات، بمسح بيها الحواض، بعقم بيها كل حاجة يعني. حلوة جدا، وفوط المطبخ كمان بتخليها زي الفل. وجبت كمان شوية من الكلوريكس الألوان، جبت كيلو برضو. كلوريكس الألوان ده جبته ب5 جنيه، يعني لو جبتيه من بره هتجيبي الإزازة دي غالية جدا، يعني أنا ما جبتهاش بقالي كتير، من زمان قوي كنت بجيبها ب8 جنيه، بس دلوقتي سعرها عالي قوي. بجيب كمان الصابون السائل ده، يعني في صابون سائل رخيص وفي صابون سائل غالي. انا بحب بصراحة الصابون السائل الغالي ده، بزوده شوية مية بيبقى حلو جدا. جايبة الكيلو منه ب8 جنيه، بس بيقعد معايا فترة طويلة، يعني ممكن ال4 كيلو يقضوني شهر او اكتر كمان. ما بحبش اجيب اللي هو الخفيف ده، لا، شايفة النوعية دي كويسة علشان كده بحب استخدمها. ابتديت بقى انضف كده كل حاجة عندي، واشوف رصيت التلاجة، حطيت كل حاجة في مكانها. وطبعا نضفت التلاجة. نضفي كده كل حاجة اول باول، علشان ما تتعبيش بقى في تنظيفات العيد وكده. لو ايدك في التلاجة على طول وباستمرار مش هتحتاجي تعملي لها تنظيفة عميقة في العيد. وكمان الرخامات والسيراميك والارضيات، يعني كل حاجة انا بحب انضف كده كل حاجة باستمرار، علشان ما تعبش وما احسش بارهاق يوم العيد او في تنظيفات العيد.
عايزة اقولك كمان ان وقفة العيد استغليها بقى في الاذكار والطاعة والتقرب الى الله، بلاش تستغليها في التنظيفات. يعني حاولي تخلصي تنظيفات العيد كده قبل الوقفة بيوم، واقعدي بقى يوم عرفة ده، يعني اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب، اللهم امين. اقعدي بقى كده تقربي الى الله بالطاعات والاذكار وقراءة القرآن والادعية. الدعاء مستجاب جدا وعن تجربة في يوم عرفة ده. اقعدي بقى كده مع نفسك وبقى افضلي ادعي ربنا كده بكل شيء نفسك فيه. انا هنا جبت طماطم برضو، وجبت الطماطم ما شاء الله سعرها حلو جدا وكمان طعمها حلو جدا. الطماطم دي انا كنت جبت كده قفص على بعضه وفرسته، بس ما صورتش معاكم. وجبت برضو يعني كل سوق بجيب شوية، بس القفص اللي انا جبته ده فرسته هيريحني كتير جدا. عملت منه صلصة وعملت منه اكياس كده حطيتها في الفريزر، لما احب استخدمها اطلعها بمنتهى السهولة. وجبت كمان سمك. هتقولي لي سمك في العيد؟ لا، انا بجيب السمك دوت برضو وبتبله واجهزه واحطه في التلاجة، بيقعد معاكي اسبوع. كل ما يقعد في التلاجة كل ما يشرب من التتبيلة. فطبعا هنبتدي نزهق بقى من اكلات العيد واللحوم والحاجات دي، فهنحتاج كده وجبة سمك في نص الاسبوع من باب التغيير. تعالوا بقى اقول لكم كده ازاي تعملي طبق بتنجان حلو جدا بشوية زيت صغيرين، بتنجان مقلي بس بتكلفة قليلة. انا عملت الفيديو ده قبل كده على القناة وما شاء الله جاب لي مشاهدات حلوة، بس علشان المتابعين الجداد يشوفوا الفيديو ده، لو عايزين تشوفوه يعني بالتفصيل وكده اكتبوا لي في التعليقات. وممكن اقول لكم برضو كده على السريع. انا بجيب طاسه تكون ما بتلزقش وبسخنها كويس جدا من غير ما احط لها اي ماده دهنيه خالص، وبعد ما بتسخن ببتدي انزل عليها بالبتنجان بتاعي. اقفل مسام البتنجان، انا ولا بحط على البتنجان ملح ولا بحط له ميه ولا اي حاجه. انا بغسل البتنجانيه وبعدين اقطعها، وبعد كده اجيب الطاسه السخنه دي وانزل بالبتنجان. بيقفل مسام البتنجان، بيخلي البتنجان يحتفظ بكل القيمة الغذائية اللي فيه وكمان ما يشربش زيت. لو هتشوفوا كده انا حاطة شوية زيت صغيرين خالص هقلي فيهم، وهعمل طبق بتنجان بقى كده بالخل والثوم وكمان شوية طماطم برضو معاه محدقين كده. مقبلات حلوة جدا بتنفع جنب اي اكل تقدري تعمليه، وكمان تحطيه في التلاجة، يعني تقدري تعملي منه كمية وتحطيه في التلاجة جنب اي اكل كده يفتح النفس بدل المخلل. بتنجان مقلي بس مقلي بطريقة صحية، مش شارب زيت، وفي نفس الوقت كمان محتفظ بكل القيمة الغذائية اللي فيه. جربي الوصفة كده، ولو عجبتك اكتبي لي في التعليقات وان شاء الله هتعجبكم. انا مستخدمة الوصفة دي من زمان وجميلة جدا فعلا، ما بيشربش زيت، يعني من باب التوفير وكمان من باب الصحة. يعني لو ما عندكيش اير فراير او نفسك عندك اير فراير ونفسك تقلي بتنجان كده في الزيت، جربي الطريقة دي تحفة جدا وهتعجبك بإذن الله. الطبق ده بقى عملته جنب الاكل كده بيبقى تحفة جدا. والطماطم كمان المخللة دي برضو بتبقى حلوة جدا. حطيت عليها توم وكمون وخل وعصير ليمون وشوية فلفل اخضر برضو فرماهم وشوية شطة وشوية بابريكا، وكان طبق تحفة جدا. جربي الوصفة وان شاء الله هتعجبك. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تدعميني بلايك للفيديو لو الوصفات بتاعتنا النهارده عجبتك باذن الله. عملت بقى غدا سريع كده وبسيط، والغدا ده انا عاملاه برضو معاكم على القناه. يعني كان عندي كده حتتين كبد فراخ عملتهم، وعملت جنبهم شويه رز بالشعريه، وعملت جنبهم بقى شويه البتنجان المحدق ده. ووصفه حلوه جدا غير مكلفه، اتمنى ان انتوا تجربوها برضو. ولو عايزين برضو الطريقه بالتفصيل، لو انتوا لسه جداد على القناه وما شفتوش الوصفه اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله برضو احط لكم الوصفه في صندوق الوصف. بصوا، سهله وبسيطه وغير مكلفه تماما وطعمها حلو جدا. يعني يوم زي ده طويل ومرهق عملت فيه وصفه سريعه، ولكن كل التجهيزات انا مجهزاها من قبل. يعني لو انت مثلا هتعملي رقاق باللحمه المفرومه، تقدري تجيبي اللحمه المفرومه وتعصجيها وتحطيها في اكياس في الفريزر. تقدري بقى تعملي بها اي وصفه انت عايزاها، دي برضو هتسهل عليكي كتير جدا. لو هتعملي برضو الفته تقدري تحمصي العيش. انا بحب اشوحه بزبده بصراحه. انت لو هتحطيه في الفرن تقدري تحطيه في الفرن وتجهزيه. برضو لو هتعمليه على البوتاجاز بالزبده شوحيه برضو كده وحطيه في علبه في التلاجة، هيسهل عليكي كتير جدا. يا دوبك بس شويه الرز، وتقدري كمان تعملي الصلصه اللي هي بتاعه الفته دي من قبلها برضو وتحطيها في علبه في التلاجة، هيبقى الموضوع سهل. وممكن كمان تعملي طبق السلطه
بس بلاش تتبلي السلطة الا وقت التقديم، يعني قطعي الخضار برضو وحطيه في علبة في التلاجة وجهزيه. كل دي تجهيزات هتسهل عليكي كتير جدا. اتمنى ان انتوا العيد يعدي عليكم كده بمنتهى السهولة واليسر، ويكون عيد سعيد عليكم جميعا بإذن الله. انا هنا بوريكم برضو ان البوتاجاز بتاعي ما بنضفوش تنظيفة عميقة الا من السنة للسنة. يعني انا كنت عاملاه معاكم في رمضان، السنة دي مش هعمله تنظيفة عميقة لانه هو اصلا نظيف، يعني من على الوش كده بالبخاخة بتاعتنا اللي فيها اللهلوبة. وببتدي بقى ايه امسح كل حاجة وما بشيلهاش، والبوتاجاز بتاعي بيفضل منور وجميل. لو ايدك في البوتاجاز كل يوم مش هتحتاجي تعملي له تنظيفة عميقة، وهيفضل منور كده وما فيهوش اي دهون خالص. ويومنا النهاردة يكون خلص، واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد من ايام طباخة مصرية، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.